السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد عصام وحلقة جديدة النهاردة. حلقتنا النهاردة كتبها لنا الكاتبة بوسي شريف، احب اشكرها جدا. وبدون مقدمات كتير ما تنساش بقى تتأكد انك مشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. ويلا بينا نخش في حلقة النهاردة. الليل كان هادي بشكل مريب، النجوم بتلمع في السماء الصحراوية والهواء البارد بيحمل معاه ريحة تراب قديم كأنه طالع من بطن الأرض. حسام وقف قدام مدخل المعبد الفرعوني اللي كان مدفون في الصحراء، أنفاسه تقيلة وقلبه بيدق بسرعة. جنبه شريف اللي كان باين عليه إنه مش موافق على اللي بيحصل. حسام، إحنا مش لازم نكون هنا. صوت شريف كان مهزوز وهو بيبص للبوابة الحجرية اللي كان شكلها ضخم جدا قدامه وعليها نقوش فرعونية. حسام مسح عرقه وقال بحزم: اللي جوه مش مجرد كنز، ده سر عمره آلاف السنين، واللي قال لنا عليه أكد إننا لو عملنا الطقوس صح هنخرج بأكتر مما نتخيل. طب والقربان؟ الراجل قال لازم يكون في قربان علشان نفتح الباب بالكامل. حسام طلع سكينة صغيرة وقربها من كفه، وبعد لحظة اتردت، قطع جلده بجرح سطحي والدم نزل على الأرض الرملية. وفجأة الهواء بقى تقيل والرمل اتحرك من تحت رجليهم كأنه بيتنفس. الباب الحجري بدأ يتهز وبعد كده اتحرك ببطء، طلع منه صوت طحن حجري كأن المكان بيصحى من سباته الطويل. حسام، المكان ده مش طبيعي. شريف قالها وهو بيرجع لورا خطوة، لكن حسام كان مبهور بالمشهد اللي قدامه. دخلوا جوه المعبد وكان الظلام حالك إلا من شعاع ضعيف جدا داخل من فتحة صغيرة فوق من الجدران. الجدران كانت مليانة نقوش، بس كانت مختلفة عن أي حاجة شافوها قبل كده. مش مجرد كتابات، دي كانت أشكال مرعبة، وجوه بتصرخ وأيادي بتتمدد من العدم. في وسط القاعة الكبيرة كان في مذبح حجري عليه بقع دم قديمة كأن حد كان بيستخدمه في طقوس مرعبة. فجأة سمعوا صوت، حاجة أشبه بهمسات جاية من كل اتجاه. انتوا مش مفروض تبقوا هنا، مش من المفروض تكونوا هنا. الصوت كان ضعيف بس كان مخيف اكتر، وكأنه طالع من الجدران نفسها. شريف اتجمد مكانه وحسام حس بركفة في ظهره. لمحوا حركة في الركن المظلم من القاعة، حاجة كانت هناك، حاجة مش بشرية. شريف وقف متصلب وأنفاسه متقطعة وعينه متثبتة على الركن المظلم. حسام حاول يبلع ريقه لكنه حس بحلقه ناشف تماما. الحوايط كانت بتهمس كأن الأحجار نفسها بتتكلم بلغتهم. وفجأة الحركة اللي شافوها في الركن المظلم بقت أوضح بكتير. جسم طويل متغطي بعباية سودة ووشه مش باين منه غير عيون مضيئة بلون أحمر كاتم. الكيان ده وقف قدامهم بدون أي صوت، بس الهوا في المكان بقى بارد جدا كأنهم واقفين جوه قبر مفتوح. انتوا القربان. الصوت ما كانش بشري، كان مليان خشونة كأنه صوت جاي من عالم تاني. حسام حس برجله بتترعش لكنه مسك نفسه وقال بصوت حاول يكون انه ثابت: احنا مش قربان، احنا جينا ندور على الكنز. الكيان اتحرك خطوتين ناحيتهم، الارض تحتهم اتهزت اكتر وكأن المعبد نفسه بيتنفس. شريف قرب من حسام وهمس: لازم نخرج من هنا دلوقتي. بس الباب الحجري اللي دخلوا منه فجأة اتقفل بصوت عالي جدا والغرفة كلها بقت مظلمة، ظلام دامس. مفيش أي مصدر للضوء إلا
عيون الكيان اللي بدأت تقرب أكتر. المكان ده مش ليكم، لازم تدفعوا التمن. وفجأة الحوائط بدأت تفرز مادة سودة كأنها دم متجلط، والأرض نفسها اتشقت وخرج منها دخان كتير جدا. النقوش على الجدران بدأت تتحرك، وكأن الأرواح اللي كانت محبوسة فيها بقالها آلاف السنين بتحاول تهرب. حسام حس بحاجة بتلمس كتفه، بس لما لف ملقاش شريف جنبه. كان واقف بعيد وعينه وسعت جدا من الرعب، بيشاور على حاجة وراه. حسام لف بسرعة واتجمد في مكانه. كان في كاهن فرعوني، جسمه متحل وجلده متآكل، لكن عينه كانت مليانة شر. كان لابس تاج ذهبي مكسور، ووشه كله تعويذات منحوتة بدم اسود. رفع ايده اللي كانت من عظم بس وشاور على حسام. انت المختار، قربان الدم. حسام حس بجسمه بيتسحب رغم عنه، كأن في قوة خفية بتشده للمذبح الحجري. حاول يقاوم بس كان عاجز تماما. شريف صرخ: لا لا سيبه! لكن الكاهن كان بيضحك ضحك مكتوم. وقرب خنجر حجري ضخم من رقبة حسام. الدموع بدأت تلمع في عين حسام، كان فاكر ان دي نهايته، لكن فجأة صوت انفجار عالي جدا ملأ المكان. الحوائط اتكسرت. الكيان المظلم ده صرخ بصوت مزعج وكأنه بيتلاشى مع الانهيار. شريف شد حسام وجري بيه ناحية مخرج ضيق جدا ظهر فجأة في آخر القاعة. القبر القديم بدأ يقفل على روحه الملعونة، وكانوا على بعد ثواني من انهم يكونوا جزء من اللعنة، لكنهم في آخر لحظة قدروا يخرجوا بره قبل ما المعبد ينهار بالكامل ويختفي تحت الرملة للأبد. حسام كان نايم على الأرض، أنفاسه متقطعة، وشريف كان جنبه مخضوض بس عايش. الاتنين بصوا لبعض وعرفوا انهم كانوا على بعد لحظة من مصير اسود، لكن هل اللعنة انتهت؟ حسام رفع ايده واكتشف ان في نقش غريب ظهر على جلده، نفس التعويذات اللي كانت على وش الكاهن. من الواضح كده ان اللعبة لسه ما خلصتش. الهوا كان بارد رغم حرارة الصحراء، وحسام كان نايم على الرمل، نفسه مقطوع وعينيه بتلمع تحت ضوء القمر. شريف كان واقف جنبه مذهول وهو بيبص على النقش الغريب ده. ايدك ايه ده؟ حسام رفع كفه في ضوء القمر. كان في رموز فرعونية منقوشة بلون اسود كأنها محفورة جوه الجلد، لكنها مش مجرد وشم، كانت نبضة بتتحرك ببطء كأنها بتتنفس معاه. مش عارف، بس حاسس بحاجة جوايا كأن حد بيتكلم في دماغي. حسام قالها بصوت مرعوب وهو بيحاول يفهم ايه اللي حصل جواه. شريف قرب بخطوات بطيئة، لكنه فجأة حسام حس بتيار بارد بيجري في عروقه. عينه وسعت وجسمه اتصلب للحظة، وكأن في حاجة سيطرت عليه، والأرض تحتهم رجعت تتهز من تاني. الرملة بدأت تتحرك في دوامات غريبة حوالين حسام، وصوت هامس طلع من العدم، صوت جهوري عميق كأنه طالع من قبر مفتوح. أخيرا المختار قد عاد. شريف اتراجع بخوف، لكن حسام كان متصلب مش قادر يتحرك. جواه كان في صوت تاني، مش صوته لكن كأنه بينطق جواه: أنا مش المختار، أنت مين؟ أنا الكاهن الأخير، واللعنة بدأت معاك. حسام صرخ، لكن الصوت اللي جواه ضحك. وفجأة حسام حس بألم رهيب في دماغه، وقع على ركبته وهو بيصرخ، وشريف حاول يهزه: حسام فوق فوق، بقولك فوق. لكن في اللحظة دي حسام رفع راسه وعينه كانت بقت سودة بالكامل. مش حسام اللي معاك دلوقتي. شريف وقف متجمد مكانه. الشخص اللي قدامه بقى شيء تاني، حاجة مش بشرية.
الظلام بدأ ينتشر حوالين حسام، والرملة اترفعت في الهواء كأنها بتحاوطه. وشريف أدرك الحقيقة المرعبة: الكاهن الملعون ما انتهاش مع انهيار المعبد، اللعنة لسه مستمرة، وحسام هو القربان الجديد. شريف بصله ونطق بصعوبة شديدة: انت مين؟ رجل شريف كانت بتترعش. انا اخر كاهن، والاوان جه علشان اللعنة تكتمل. وفجأة حسام رفع ايده، والرموز اللي على جلده بدأت تتحرك بسرعة كأنها بتنفجر بالطاقة. الرمال حوالين شريف بدأت تدور بشكل عنيف، وجسمه اترفع عن الأرض. كان بيحس بجسمه كله بيتسحب في اتجاه مجهول، كأن في يد خفية بتشده من الداخل. صرخ لكن صوته ما كانش بيخرج، كان بيتخنق، كان بيغرق في ظلام ملوش أي آخر. وفجأة كل حاجة وقفت، زي ما بدأت انتهت. الهوا سكن، والرمال وقفت، وشريف وقع على الأرض بكحة عنيفة جدا، بيحاول يلقط نفسه. رفع راسه بسرعة، لكن حسام كان واقف قدامه وعينيه عادية تاني. شريف. صوت حسام كان ضعيف، كأنه لسه خارج من حلم طويل، لكن كان في حاجة غلط. شريف قام بسرعة، بس وهو بيبص في وش صاحبه لاحظ حاجة: الرموز على جلده بقت مختلفة، بقت كاملة، مش زي الأول، كأنها اكتملت بعد اللي حصل من لحظات. انت كويس؟ حسام بص لنفسه ومسح على جلده، لكنه ما حسش بحاجة مختلفة. اعتقد بس انا حاسس بحاجة غريبة، كأني فاكر حاجات مش من حياتي. حاجات زي ايه؟ حسام قفل عينه لحظة، وبعد كده فتحها تاني، وكأن موجة رعب ضربت دماغه. عارف لما قلنا ان المعبد ده مجرد مقبرة فرعونية؟ كنا غلطانين، ده مش مجرد معبد، ده بوابة. شريف حس بدمه بيتجمد. بوابة؟ بوابة لإيه؟ حسام لف وشه ناحية المعبد اللي كان تحت الرملة، وبعد كده بص للشمس اللي بدأت تطلع ببطء، للعالم اللي تحتنا، العالم اللي ما كانش المفروض يتفتح أبدا. وفجأة الرموز اللي على حسام بدأت تسخن، ووشه يتقطع من الألم. فضل يرجع لورا، كأن اللعنة مش بس أخدته، كأنها بتحاول تستخدمه علشان تكمل شيء ناقص. حسام وقع على ركبته وفضل ماسك راسه وهو بيصرخ، لكن الصوت اللي خرج منه ما كانش صوت حسام، كان صوت حد تاني، حد أقدم، حد ميت. شريف جري ناحية حسام وهو بيهز بعنف: حسام، حسام فوق يا حسام، بقولك فوق. لكن حسام فتح عينه وكانت سودة بالكامل من تاني. المكان كله بقى ساكت، والهوا اختفى، كأن الصحراء حبست أنفاسها. البوابة اتفتحت. الصوت طلع من حسام، لكن كان مليان همس غريب، كأن صوت آلاف الأرواح بتتكلم مع بعض. وفجأة الأرض تحتهم رجعت تهتز من تاني. الرملة بدأت تتحرك بشكل مش طبيعي، كانت بتتراجع للخلف كأن حد بيشفطها من تحت وببطء. وبعدين في حاجة طلعت من تحت الأرض، بوابة حجرية ضخمة عليها نقوش قديمة، بس النقوش دي ما كانتش فرعونية عادية، كانت بتتحرك. هو ايه ده؟ شريف همس وهو بيرجع لورا وقلبه بيدق بجنون، لكن حسام وقف وكأن حاجة جواه سيطرت عليه بالكامل، وبدأ يمشي ناحية البوابة اللي عيونه متسمر عليها. شريف مسكه من دراعه: انت هتروح على فين؟ انت مش طبيعي. لكن حسام بصله وعينه فيها ظلام ملوش آخر: أنا مش اللي رايح، هم اللي جايين. وفجأة صوت صراخ طلع من جوه البوابة. صراخ مش بشري، صراخ حاجة كانت محبوسة جوه لمئات السنين وحان وقت رجوعها. الهوا انفجر من جوه البوابة كإعصار أسود،
شريف وقع لورا وايده اتغرست في الرمل. رفع راسه ببطء وشاف حاجة بتخرج من جوه البوابة. كانت أجسام فاضية، هياكل عظمية مغلفة بجلد ميت، وعيونها كانت مضيئة بلون أزرق سام. كانوا بيتحركوا بطريقة مش طبيعية، كأنهم مش بيمشوا على الأرض، كأنهم بيتزحلقوا. كانوا متجهين ناحية حسام. كان في صوت خارج أكنه من كيان عملاق، كان بيردد كلمة واحدة: القربان اكتمل، الجسر بين العالمين مفتوح. وفجأة الكيان ده بدأ يتشكل. طوله كان أكتر من 3 متر، جسمه ملفوف بأقمشة قديمة مليانة نقوش فرعونية، لكنه ما كانش ميت، كان شيء بين الحياة والموت. رفع ايده ووشه المتآكل، ابتسم ابتسامة باردة وشاور على حسام وقال له: وأنت ستكون جسدي الجديد. حسام صرخ بشدة، وبعد كده جسمه فضل يتشنج وعينيه تلمع بلون ذهبي غريب، كان بيتحول ببطء لحاجة تانية مش لحسام. شريف قام بسرعة، مخه بيرفض يصدق اللي بيحصل قدامه. لازم يعمل حاجة، لازم يوقف ده، لكن ازاي؟ اللعنة بدأت والبوابة مفتوحة والشيء اللي جواها لسه ما خرجش بالكامل. حسام كان واقف قدام البوابة، جسمه متخشب، عينه بتلمع بلون ذهبي، وكأنه بقى وعاء لشيء أقدم منه بآلاف السنين. الكائنات اللي خرجت من البوابة بدأت تحوطه. شريف حس رجله بتترعش. هو الوحيد اللي لسه عاقل في الكابوس ده. الوقت بيجري. لا، لازم أقفله، لازم أقفل البوابة. لكن إزاي؟ هو مجرد بني آدم، وده مش فيلم، ودي مش أسطورة، ده واقع مرعب بيعيشه دلوقتي. وفجأة حسام بدأ يصرخ. مش صرخة خوف، لأ، دي كانت صرخة صراع. جسمه كان بيتشنج، كأن في قوتين جواه بيتصارعوا. صوته بقى متداخل بين صوته الطبيعي وصوت الكاهن الملعون. شريف، اهرب بقولك، شريف اهرب. الصوت كان ضعيف، لكنه كان صوت حسام الحقيقي. شريف لمح صديقه، جواه لسه عايش، لسه بيقاوم. بس الكيان العملاق ده رفع ايده وبص على حسام بازدراء. ضعيف لكنه عاقل مثالي. مد ايده ناحيته وكأن طاقته بتتغلغل جواه اكتر. شريف حس بشيء جواه بينفجر، مشاعر متداخلة من الخوف والغضب واليأس. لكنه شاف حاجة، النقوش اللي على البوابة نفس النقوش اللي كانت على حسام، كانت ناقصة حاجة بس. فجأة افتكر الكلام اللي قاله الراجل العجوز اللي حذرهم قبل ما يجوا هنا: البوابة مقفولة بقوة الدم ومش هتفتح إلا بقربان، لكن لو فتحت مش هتقفل غير لما نفس الدم يوقف اللعنة. نفس الدم. شريف بص لنفسه وبص لحسام، فهم كل حاجة. أنا الحل. من غير تفكير طلع السكين اللي كان حسام استخدمه في الأول، وبدون تردد قطع كفه بقوة. الدم نزل على الرملة، لكنه كان عارف انه محتاج اكتر واكتر. جري ناحية حسام ومد ايده ولمس الرموز اللي على جسمه بدمه. لحظة صمت، وفجأة الكيان العملاق ده صرخ بصوت اشبه بعاصفة. البوابة نفسها بدأت تتهز، والكيانات اللي خرجت بدأت تتراجع، كأن في قوة خفية بترجعها مكانها. حسام وقع على الأرض، جسمه بيترعش وصوته بقى واضح: شريف، كمل يا شريف. شريف ضغط أكتر بدمه على النقوش، والبوابة بدأت تتفتت. الحجارة كانت بتقع والرملة بتسحب كل حاجة معاها. الكيان العملاق حاول إنه يقاوم، لكنه بدأ يختفي. صوته بيتلاشى وهو بيصرخ: لا. وفجأة
كل حاجة اختفت. الهدوء رجع للصحراء، النجوم رجعت تلمع، وكأن شيء عمره آلاف السنين أخيرا انتهى. شريف وقع على الأرض أنفاسه متقطعة، وجنبه حسام اللي كان تعبان لكن عينيه رجعت طبيعتها. بصله وقال له: عملتها. اعتقد كده. لكن قبل ما يكمل كلامه بص على ايده واتجمد مكانه تاني. النقش اللي كان على حسام اتنقل لايده هو. لسه اللعنة ما خلصتش. يا ترى دي النهاية ولا ممكن تبقى بداية جديدة؟ وبكده تكون خلصت حلقة النهاردة. حابب اشكر الكاتبة بوسي شريف على كتابتها واعدادها للحلقة. كمان حابب اشكركم بما انكم وصلتم لحد هنا. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. حابب اشكر الكاتبة نورهان محمد والكاتبة بسملة لبيب على كتابتهم للحلقة. كمان حابب اشكركم طالما وصلتم لحد هنا. متنسوش بقى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واتمنى انكم تعملوا شير للقصص، خلي القناة توصل لأكبر عدد ممكن. متنسوش كمان تنضموا للجروب بتاعنا، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. وكمان اي حد عنده قصة حقيقية حصلت له او قصة من تأليفه حابب انها نذيعها يقدر يبعتلي على الاكونت الشخصي برضه، هتلاقوه تحت في الديسكريبشن. كنت انا معاكم احمد عصام، ان شاء الله نتقابل في حلقات كتير جاية. ما تنسوش تدعوا لاخواتنا المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان ان ربنا ينصرهم يا رب. تصبحوا على خير.